السلام عليكم الاخوان، تحيه لكم، تحيه للجميع. غنجاوب على واحد السؤال خفيف وظريف في هذا الفيديو هذا، وغادي نقولوا الاسباب علاش على الجواب اللي غنجاوبوا داك السؤال. واحد الصديق الصفحه قال لي واش بصح القانون تاع المانيا واش ولات كطرد المغاربه، واش ولات كترجع المغاربه. غنعاودوا نشوفوا هذا القانون هذا. القانون اللي خرج ما بين المانيا والمغرب واحد الاتفاقيه انها ترجع الحراقه، يعني عندها الحق باش ترجع الحراقه، وبالخصوص دوك الحراقه اللي كيدفعوا على اللوجو. علاش اخوتي؟ لحقاش في هاد الوقيته اخوتي الناس ملي كتدفع اللوجو وكيترفض ليها دابا ولاو غير انفو يترفض صافي كيرجعوا. ودوك اللي كيطلبوا اللوجو، فاش كطلب انت اللوجو كيعطيوك الدار فين تسكن. اول حاجه كيعطيوك الدار فين تسكن، كيعطيوك واحد القدر ديال الفلوس شهريا كتخلص واحد القدر ديال الفلوس، ولكن كينتظروا منك واحد الفائده، يعني كينتظروا منك دير شي حاجه في حياتك، جيتي دير شي حاجه تغير حياتك تبدل حياتك. اكثريه ديال اكثريه ديال الناس اللي كيطلبوا اللجوء وكيتعطى لهم الدار وكتعطى لهم هذيك الخلصه، اش كيديروا؟ كيكتفيو بديك الخلصه بديك الدار، ما كيقلبوش فين يمشيو يستغلوا الفرصه يقراو ولا يديروا شي ديبلوم ولا يقلبوا على الخدمه، لا صافي كيبقى في ديك الخلصه، يعني الدوله ما كتستافدش منه. من بعد ماشي غير كيبقى في ديك الخلصه والدوله ما كتستافدش منه وعاطيها غير التقار ودخل سوق راسو، لا، كيشد ديك الخلصه كيسكن في ديك الدار وموراه المشاكل اللي كيدير كيمشي المحلات. بزاف ديال الدراري كيدخلوا المحلات كيسرقوا الحوايج، بزاف ديال الدراري كيدخلوا المحلات كيسرقوا الماكله، بزاف ديال الدراري كيتعرضوا للناس كيهددوهم كيسرقوهم. يعني ولات الحياه نتاع الالماني في عذاب، الحياه ديال الالماني ولات في عذاب. الحراك كيجي كياخذ اللجوء ديالو، كيتقبلوا اللجوء، كيعطيوه الدار، كيعطيوه الخلصه، ما كيقلبش، كيبقى يتعرض للناس، كيسرق، كيمشي يدخل الحوايج البلايص نتاع الحوايج كيسرقهم، كيعاود يدخل المحلات نتاع الماكله كيسرقهم، كيما واقع فرنسا، بلجيكا، هولندا، اسبانيا، طاليان. هادشي اللي واقع في جميع اوروبا. يعني الديفو من واحد حراق كيجي كيوسخ الصوره ديالك، كيوسخ الصوره ديالك، كيوسخ الصوره ديال واحد اخر، كيوسخ الصوره ديال واحد اخر، واحد. يعني واحد كما كنقولوا حاشاكم في واحد المثال مغربي، حوته وحده حاشاكم كتخنز الشوارع، يعني حوته وحده كتخنز الشوارع حاشاكم. هذا هو المشكله. دابا الاتفاق ما بين المغرب والالمان انهم اللي تيترفض لك تدفع انت اللجوء، كيترفض لك تيعطيوك واحد المده خصك تخوي المانيا صافي. شوف ملي تيعطيوك واحد الطرد من المانيا، واخا تمشي واخا تجي لاسبانيا تقول انها تعطيك الوراق، اسبانيا ملي كتبغي تدفع الوراق ضروري كتاكد عليك ما خصش تكون عندك ما يكونش عندك شي طرد من شي دوله اوروبيه داخله في الاتحاد الاوروبي، يعني كتكون ضيعتي حياتك. علاش انت غادي تطلع حتى لالمانيا باش دير اللجوء، مع العلم ان الكثير من الناس اللي كيديروا اللجوء وداكشي ما كتكونش عندهم بزاف. شحال من واحد كيبغي يدير اللجوء سواء اسبانيا او فرنسا او البرتغال ولا كيبغي يدير اللجوء، ولكن ما كيعرفش انت باغي دير اللجوء اش من مشكل عندك. ضروري خصو يكون عندك واحد المشكل مع الدوله الام، الدوله منين جيت عاد كيتقبل لك اللجوء. كاينين بزاف اللي كيجي كيبغي يدير اللجوء صافي كيمشي قد الوراق كيدفع اللجوء وكيترفض ليه، وهو ما عنده حتى شي مشكل. هو حاجه وحده، هو انه الوالده والوالد ديالو مساكين تعذبوا تمروا باش يجمعوا له واحد 3 ولا 4 المليون باش يصيفطوه في زودياك، باش لحقاش كيقول لهم ما باغي نخدم، باغي ندير، باغي كذا، باغي ندير. شحال من واحد ما غيعجبوش الكلام ديالي، ولكن هذا هو الواقع، ان الوالدين ديالنا مساكين كيتعذبوا باش يقلبوا على واحد 3 ولا 4 المليون ولا باش نركبوا في الزودياكات. شوف شحال من مده في الزودياك، في البحر، الموت، الغضب، شحال من حاجه، واش البحر طابله، واش البحر هايج، واش بزاف ديال العذاب كتحط وكتبدا بالمشاكل. هذه هي باغي تغير حياتك، هذا هو باغي تغير المعنى الحقيقي ديال انك باغي تغير حياتك. جاي من واحد البلاصه، واحد القوقعه اللي كنتي
عايش فيها. المهم ربما عايش مع والديك ما كاينش المشاكل ولا، وكان عندك واحد المشاكل انك ما لقيتش الخدمه انا كذا، يعني هذه هي الحياه. وخلصتي واحد القدر من المال، سواء جيتي في البحر او جيتي عن طريق تركيا والعذاب وكذا، باش تجي لهنا وتوسخ الصوره ديالك كانسان كعربي. وكاينين ثلاثه الدول الاخوان، يعني راه تقدر يعجبكم، ولكن هذا هو الواقع. ثلاثه الدول اللي سبحان الله العظيم كتلقى ثلاثه الدول اللي كتكون مسموعه السمعه ديالهم، المهم ما نقولوش خايبه، ولكن ثلاثه الدول الاخوان شمال افريقيا. ثلاثه الدول: المغرب، الجزائر، تونس. يعني ديما كتلقى هاد الثلاثه، المغرب ولا الجزائر ولا تونس، كتلقاهم دايرين شي مشكل. يعني مغربي ولا جزائري ولا تونسي كتلقاه داير شي مشكل في اوروبا. ما كتسمعش شي واحد شي افريقي في الجنوب ولا لا. سبحان الله العظيم، اما كيقول لك مغربي ولا تيقول لك جزائري ولا تيقول لك تونسي. يعني ها نتوما هذا هو الواقع اخوتي. ما غاديش تقول لي راه غير كتقول انت ولا، راه هذا هو الواقع، كلشي كتشوفو بعينيك. يعني ما تسنانيش انا نقول لك. يعني تتلقى اما مغربي اما جزائري اما تونسي كيديروا مشاكل، كيوسخوا الصوره نتاع المغاربه، كيوسخوا الصوره نتاع الجزائريين، كيوسخوا الصوره نتاع التوانسه. ويزيدها ويكملها انه تيقول لك ما عطاتوش البلاد. متفق معك، ما عطاتكش البلاد، واخا ما عمر البلاد كتعطيه الا ما عطيتهاش، خصك تعطيها باش تعطيك. انا متفق معك، ولكن علاش كتجي حتى لهنا كتعذب والديك تما، وكتجي لهنايا وكمساكين عاوتاني وكتعذبهم؟ كما قلت لكم هذا هو المشكل اخوتي. ومازال غادي يكونوا اتفاقيات، راه ماشي غير نتاع الالمان مع المغرب، يعني مازال يكونوا اتفاقيات. مثلا كاين الاتفاقيه نتاع الطاليان مع الجزائر، الاتفاقيه نتاع المغرب راني قلت لكم المغرب، الجزائر، تونس. الاتفاقيه عاوتاني نتاع المغرب مع الالمان، تعاود تكون شي اتفاقيه مع المغرب والاسبان، عاوتاني تكون شي اتفاقيه مع الجزائر والبرتغال، عاوتاني تكون شي اتفاقيه مع الجزائر وفرنسا، تكون عاوتاني شي اتفاقيه مع المغرب وفرنسا. ما تسنى ما ت... واش فهمت؟ يعني ما تقولش راه بنادم كذا. علاش؟ السبب هو ان الحراك كيوسخ الصوره ديال الحراك اخوتي. كاين الحراك الله يعمر هذا، يعني كيجيو كيبغيو يغيروا حياتهم صافي كيدخل سوق راسو وكذا وكذا. كاين حراك عاوتاني مثلا تران هنا في اسبانيا، تران اخوتي زعما ما يكلفكش شي حاجه، 10 اورو كتحطها كضمانه، كيعطيوك واحد الورقه وكتبقى تركب بلا ما كتسلس. الا كاينين حراكه مغاربه جزائريين توانسه كيطلعوا سالسين. يلا زعما انت ما عندكش 10 اورو تمشي ديرها ضمانه، كيعطيوك مده نتاع 6 شهور وانت كتركب فابور. فاش كتسالي 6 شهور كترجع لهم داك التيكيت، كيرجعوا لك 10 اورو ديالك. يعني ما خسر والو. لا خص هذاك الحراق يطلع التران ينوض البلباله في وسط التران ويغوت. والمشكله انهم كيغوتوا ما عندهمش الوراق، كيغوتوا وسط التران. يعني حتى الكور سواء كنتي في طاليان، في الالمان، في اسبان، في فرنسا، حتى هما كيشوفوا واحد النظره. راه ماشي انكم رجال، لا. هذيك الحاله اخوتي انك كتوسخ الصوره ديال واحد حراي، او كتوسخ الصوره ديال واحد مازال ما جاش، سواء غيجي بوراقو ولا غيجي حراكي، كتوسخ الصوره ديالو. يعني راه اي قوري كيشوف واحد واخا تكون الصوره ديالو زوينه كياخذ واحد النظره على انها الصوره خايبه. واش فهمتوا اخوت؟ هذا هو البلان علاش جعل الالمان دير هذا الاتفاق مع المغرب. لحقاش كثروا تما كيدفعوا لو جو، كيبقاو يسرقوا. تعطى لهم واحد الافاده، واحد الخلصه كتعطى شهريا، تعطى لهم الدار فين يسكنوا. ولكن المانيا كتنتظر منهم انهم يخرجوا يقلبوا على فين يقراو، يديروا ديبلوم باش ينفعوها. يعني ما كتعطيش شي حاجه فور باش ينفعوها من بعد، باش يخدموا عندها وينفعوها. المهم بداك الشيء اللي قراو. واش فهمتوا اخوتي؟ ملي لقات بزاف ديال الناس كياخذوا ديك المنحه اللي كيعطيوهم، هذيك الخلصه اللي كيعطيوهم، وكيبقاو يتكرفسوا على الناس، كريساج، السرقه في وسط المحلات، السرقه ديال الماكله، الضجيج في الترانات، في الطوبيسات، السليز، بزاف ديال الحوايج.
صافي قالت ديك الاتفاقيه جاتها من الجنه والناس، صافي اتفاقيه دارتها مع المغرب، ومازال غدير اتفاقيه مع الجزائر، مازال غدير اتفاقيه مع تونس. يعني هاد المناطق نتاع شمال افريقيا هما اللي كيديروا بزاف البلبله في اوروبا. مع كل احتراماتي الحراقه، مع كل احتراماتي المهاجرين من جميع دول شمال افريقيا، تحيه لكم وتحيه للجميع. وكنتمنى ان الانسان يدير عقله جا لاوروبا باش يغير حياته، باش يدبر ويصوفي راسو ويصوفي والديه. ما كاين حتى شي اشكال، يعني الارزاق بيد الله، وارض الله واسعه من شمالها الى جنوبها، من غربها الى شرقها، ارض الله واسعه. ولكن الخوت حذاري ثم حذاري ثم حذاري، ما تشوهوش السمعة ديال خوتكم الآخرين. حفظكم الله ورعاكم. موعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله باذن الله. وسمحوا لي على هذه المداخله، هذه مداخله اللي كان واحد السؤال بسيط على واش بصح المانيا ولات كترجع وكذا. كان هذا السؤال كسبب باش نشرحوا بزاف ديال الحوايج اللي كنت باغي نقولهم، وقلت بالك الا قلتهم غادي يبقى بزاف ديال الناس غادي يبقى فيهم الحال، غادي يقول لك تا وكاين اللي غيسبنا دابا وكذا. ولكن ما كاين حتى شي اشكال، كل واحد كيعبر على الحريه ديالو، كيعبر على التربيه ديالو، كيعبر على الاخلاق ديالو، وكيعبر على داكشي اللي عنده في القلب ديالو، كيعبر على داكشي اللي عنده في العقل ديالو. يعني كيفاش كيشوف الحياه. فهمتوا اخوتي؟ انا كنشوف بان الانسان حرقه بزاف ديال الحرقه، يعني تقريبا نص ديال الحرقه كيديروا مشاكل. النص ديال الحرقه انا حراق وكنهضر معاك، يعني كاين النص ديال الحرقه. وكنصيحه مني ما تبقاوش تمشيو مع بزاف. كنصيحه مني جيتي حراق بقى بوحدك، عيش الغربه بوحدك. مشيتي سير مع كور، على الاقل تعلم منهم اللغات، تستافد منهم بزاف ديال الحوايج اللي بغيت انت تستافد اللي بغيت. واش فهمتي؟ الا مشيتي مع كور هما راك عارف كور كيبغوا يستمتعوا بالحياه، كيسميو الديسكوتيكات كذا كذا كذا. لا انت ما تاخذش هذاك الشيء، خذ انت الحاجه الزوينه منهم. اما تعرف لي على غير حرقه عريبان كما كنقول انا، عريبان عريبان عريبان، ما غتعلم منهم لا لغه لا والو. يعني ما لا قوالب لا والو، غتبقى غير ماشي مدرم معاهم. مشكله تديك المشكله، من مشكله تديك المشكله. بيس ليكم، تحيه لكم. وسمحوا لي راني طولت في هذا الفيديو، ولكن اخوتي راه ضروري تكون واحد المعلومه كتبارطاجيها مع خوتك وكتبارطاجيها مع الناس الزوينين. تحيه لكم خوتي، وموعدنا الفيديو الجاي ان شاء الله. وكما قلت لكم ان القناه اخوتي غادي نبقى نحط فيها فيديوهات قصار، غادي نبقى نديرهم على شكل عنوان عيش معايا اللحظه. يعني تبقى يكون العنوان بادي بعيش معايا اللحظه. اي حاجه شفناها نبارطاجيوها معكم ان شاء الله. هذوك فيديوهات كيكونوا قصار، وملي تكون شي معلومه هكذا ولا شي حاجه نبارطاجيوها مع خوتنا، ولا كنديروا لايف ولا كنديروا فيديو. الا كان شي سؤال كنجاوب في فيديو، وملي تنكون داير لايف راكم عارفين كنبارطاجي معكم. واخا اللايف تيكون اخوتي واحد شويه مقطوع وكذا وكذا، ولكن كنفضل نبارطاجي معكم اللحظات الجميله. وتحيه لكم وتحيه للجميع، واتمنى لكم التوفيق في حياتكم. ان شاء الله تكون كلها سعاده وافراح. وبيس لكم، تمنوا الخير تجدوه.